بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حل الهيكل الرياضيات للصف الثاني عشر. وعندنا نوع آخر من أنواع الأسئلة، وهو أحسب نهايات أو كل نهاية مما يأتي. السؤال الأول: هذه النهاية كيف أقدر أحسب النهاية؟ دي طبعا بواسطة الآلة الحاسبة وبواسطة الكالكوليتر. بنعوض قيمة اللي هي النهاية هنا x equals أو x approaches 4 أو تقترب من 4. هي لا تساويها، ممكن تكون أكبر منها. وبالتالي بتعويض القيم هنا في الكالكوليتر بتساوي 11.0002. وأيضا أنزل إلى 3.999 لتصبح الإجابة بالتعويض بالكالكوليتر 10.999. يبقى الإجابة محصورة بين هاتين القيمتين، وهي هتكون 11. طيب، عندنا نوع آخر من أنواع الأسئلة، اللي هي أوجد ميل المماس للمنحنى. اللي هو ميل المماس للمنحنى هو عبارة عن تفاضل المعادلة x أو y تساوي x سكوير minus 5x. أعمل التفاضل بتاعي اللي هي المشتقة، وأعوض بعد كده قيمة x بتساوي 1 من هذه النقطة. يبقى 2 times 1، لأنه هذه قيمة x، minus 5 تساوي minus 3. يبقى هذه هي المعادلة بواسطة التعويض لقيمة x. ويبقى الإجابة النهائية هتصبح ميل المماس بيساوي -3. طيب، هنا أيضا أعطاني قيمة أو معادلة المسافة. أوجد السرعة اللحظية أو أوجد الفيلوسيتي instantaneous velocity. هي برضو هنا بتعويض أو بإجراء الاشتقاق اللي هو V، اللي هي عبارة عن D داش اللي هي distance، تفاضل المسافة أو الإزاحة، وهي بالإجراء لهذه القيمة، لأنه دي بتساوي صفر لأنها هي قيمة لا تحتوي على t. يبقى بتعويض بعد كده قيمة t تساوي 3 اللي هي جبتها من هنا، هأوجد قيمة المقدار v بتساوي لي -96، اللي هي الإجابة قدم على ثانية، وهي غير مذكورة، لكن في الغالب هي نفس القيمة بتاعتي، نفس اليونت. طيب، نمشي نشوف نوع آخر من أنواع الأسئلة. أوجد المشتقة. هنا اللي هو بتعويض الاشتقاق اللي هو z داش تساوي 4n زائد 7، وهذه هي الإجابة النهائية. طبعا بنضرب 2 ضرب 2 هنا، ونطرح من القوة 1 اللي هي 2 ناقص 1 بتبقى 1، وبنطرح هنا 1 ناقص 1 هنا في القيمة دي، ونضرب الواحد طبعا في 7 بيساوي لي 7. إذا هذه هي الإجابة النهائية 4n زائد 7. طيب، عايزين نعمل آه تثبيت للقانون، اللي هو مثلا يقول لي في الصورة العامة مثلا، وفي الصورة عادة يعني مثال مباشر: أوجد المشتقة إذا كانت x تساوي 4n raised to the power of 3 أو 4n تكعيب. هأعمل كالآتي: هأضرب دي في 3، 4n الفور هضربه في 3 كويس، وأطرح من التلاتة 1، هتبقى 3 ناقص 1. يبقى الإجابة النهائية تصبح 12 n تربيع، لأنه هذه هي بتساوي 2. يبقى الإجابة النهائية x داش بتساوي 12n سكوير. أوكي، here نقول لكم thank you